قرأت قصة قصيرة. ملخص هذه القصة أن مجموعة من الذئاب أرادوا الهجوم على خروف صغير، ولكن هذا الخروف جرى من هؤلاء الذئاب نحو دار القضاء، وعندما وصل هناك التقى بكبير القضاة وقال له أن الذئاب يركضون خلف يريدون أن يأكلوا لحمي وعظمي، ولكن الذئاب وصلوا وقالوا للقاضي أن الله خلقنا لا نأكل إلا لحم هذا الخروف وأمثاله من الحيوانات، فما ذنبنا في ذلك؟ فقال القاضي: لا توجد أسباب لإدانتكم، وتركهم يأكلون الخروف. المفيد في القصة أن الضعيف لا يحميه قاضي، وأن ما أخذ بالقوة بالفعل لا يسترد إلا بالقوة. ولكن قالوا لنا في المدارس أن القصص والكلام عندما تقصر فيه الرمزية بهذا الشكل، فهذا يعني أن الناس تعيش في زمن استبداد وخوف من أن تذكر الحقائق مجردة من كل الأقنعة. فنحن نعيش في عالم بأكمله لا يستطيع أن يدين أفعال المغتصب والمجرم الذي يصفي ويريق دم شعب كامل من الأبرياء، وليته جائع مثل هذه الذئاب، ولكنه يخطط لإقامة دولة في خياله المريض يسميها أرض الميعاد. وأنا حتى لا أطيل عليكم هذه المقدمة، أنا من مواليد 1962، اتولدت في قرية من قرى محافظة قنا في جمهورية مصر العربية، وكان والدي أحد 5 أو 6 أفراد متعلمين في هذه القرية، وكان والدي الوحيد في هؤلاء المتعلمين في القرية ثوري بطبيعته، وكان ناصري حتى النخاع، ولذلك سماني أنا خالد، وسمى أخي عبد الناصر محبة في جمال عبد الناصر. وحتى الآن صور جمال عبد الناصر معلقة على حوائط منزلنا. وبالطبع مقابل هذا الحب هو كان يكره فصيل الإخوان المسلمين كراهية شديدة، وأورثنا هذه الكراهية. ويوم أن مات جمال عبد الناصر أنا ساعتها كان عمري تقريبا 8 أعوام أو يزيد، ورأيت كل الناس تبكي بحرقة، وأكثرهم بكاء كان والدي. ولكن بعد فترة وجدت أبي بيمارس حياته بشكل طبيعي، وبدأ يمجد السادات وخصوصا بعد انتصارات أكتوبر، وأدركت أن الحياة لا تتوقف على موت أحد. ولكن مرت الأيام وأصبحت أنا في الثانوية العامة، وأنا في الثانوي العام كان لي صديق في قريتي يكبرني بعام أو أكثر اسمه شعبان. وعندما أنا كنت في الثانوية العامة في 3 ثانوي، شعبان ده كان خلص دبلوم تجارة وبيؤدي الخدمة العسكرية، ومات في مركز التدريب، وقيل ساعتها أنه صعق بتيار كهربائي. كانت بالنسبة لي صدمة، وكأنني قبل ذلك لم أكن أتخيل مجرد خيال أنه الإنسان بيموت فيما قبل 20. كنت متخيل أنه الموت ده ليه سن معين، يعني ما بعد 50، إنما قبل 50 ما كانش يعني في خيالي أنه الإنسان ممكن يموت. وكانت بالنسبة لي صدمة كبيرة جدا، ودي كانت أول مرة أروح فيها التراب. وساعة ما وصل التابوت وبدأوا يفتحوه عشان يستخرجوا منه الجثمان، أنا بدأت أزاحم عايز أشوف الجثة داخل هذا الصندوق. فأحد العساكر اللي جايين مع الجثمان زجني كده، فنزلت في قبر مفتوح. أنا اتزرعت في هذا القبر المفتوح، وشدوني وخرجت ودفن الجثمان وروحت البيت. ولكن بعد هذا الحدث بأيام لقيت نفسي بقطع كتب الثانوية العامة، ودخلني كده وسواس، طالما اني انا هأموت زي شعبان، انا هذاكر ليه وامتحن ليه وايه لزوم الشجا ده كله؟ يعني ما بلاها خلاص بدل انا هموت. وسيطرت علي الفكرة دي بشكل غريب فعلا، يعني شعرت باني انا هأموت، وبدأت تجيني هلاوس. احلم بالليل انه بيجيني واحد يقول لي انت هتموت في اليوم الفلاني، واخبر والدي ووالدتي بان انا هموت في اليوم الفلاني، ويمر اليوم الفلاني وما موتش. يجيني نفس الشخص يحدد لي ميعاد اخر في المنام، وظل هذا الحال لأكثر من 2 عام. والدي ووالدتي الله يرحمهم اتحملوا فيهم ما لا يطيقه بشر، وبدأوا يعرضوني على
أطباء أمراض نفسية وعلى مشايخ وعلى جسسة. يعني أنا تقريبا زرت أكثر من كنيسة من كنائس محافظة جنة في فترة مرضي دي ومفيش فايدة. ولكن بعد عام تقريبا من مرضي هذا والدي شعرت بأنه بدأ يعني يصاب بحالة ملل. والدتي كان مسيطر عليها ان انا يعني عندما سقطت في القبر اصابني جن ولبسني جن وكلام زي كده، ووالدي لا يعتقد في هذا الامر مطلقا. وانا في هذه الفتره كنت اتعلمت التدخين، ولكن كنت بدخن يعني من وراء اهلي. وفي فتره مرضي دي والدي ادرك ان انا بدخن، فبدا يشتري لي سجاير وطلب مني ان انا ادخن امامه، ودي كانت بالنسبه لي يعني ايه شيء جميل جدا. فأنا عايز فترة المرض دي تمتد، لأن لقيت فيها شفقة من ناس كتير وأولهم والدي، وإني أنا بدأت الحاجات اللي كان ممنوع إن أنا أعملها يعني قدام والدي أو قدام الناس سمحوا لي إن أنا أعملها. فكنت بجاري المشايخ في إني أنا فعلا لبسني جن ومش عارف إيه. ولذلك أنا حاليا لا أقتنع مطلقا بإن في حاجة اسمها جن بيتلبس بني آدم. كل الأمراض والحاجات اللي بتشوفوها دي أقسم بالله العلي العظيم حالات نفسية، وأنا عشتها بنفسي. وكنت بعمل أصوات لما يقرأ عليه شيخ زي الأصوات اللي بيطلعوها الناس اللي بيغيروا صوتهم ويقول لك الجن ده مسلم والجن ده مسيحي، لأني أنا كان بالنسبة لي يعني في فايدة من إنه الفترة دي المرضية دي تمتد. ولكن بعد فترة شعرت إن والدي أصيب بحالة ملل. وفي يوم أتى والدي بجواري كده وجلس وأنا نايم على السرير وقال لي أن الموت فراغ، بينما الحياة امتلاء بنشاط بدني وعقلي للحي. الإنسان الذي لا يمارس نشاطات تملأ هذه الحياة أفكار جديدة تجعل الإنسان يحلم بمستقبل سعيد، فيبقى الإنسان ميت وهو حي طالما هو عايش في هذا الفراغ. وقال لي أن هناك فرق كبير بين أنك أنت تحلم بالحياة وبين أنك أنت تعيش حياتك بالأحلام. وقال لي أن الأموات لا يحلمون، الميت ما بيحلمش، الحي هو اللي بيحلم ويسعى لتحقيق هذا الحلم. وبجد الكلام بتاع والدي أثر فيا وبدأت أعيد النظر. وساعتها قررت أني أنا يعني أفرمت نفسي، أصفر نفسي، أجيب مخ ده على الزيرو وأبدأ برمجة جديدة، أعمل لنفسي سوفت وير جديد كده. في اللحظة دي كنت بآكل أحيانا بطريقة ما بتعجبش والدتي في بيتنا وفي بيوت إخواتي وفي بيت عمي وفي بيت خالي. يعني ممكن آكل وأنا بندق أشرب مية، ممكن آكل وأنا أقوم وأرجع تاني آكل، حركات هستيرية كده. فكنت بتعرض لنصايح كثيرة. والدي كان رجل متعلم ومثقف لدرجة كبيرة جدا، فمرة رد على اللي بينصحوني أو اللي بينتقدوا طريقة تعاملي مع المائدة أو مع الأكل بقراءة هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. لما تيجي تقرأ الآية كلها تحس إنه الآية بتعلي مبدأ إنما المؤمنون أخوة. هو الإنسان في الحياة دي متطلباته الأساسية: المطعم والملبس والمأوى والطمأنينة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وطالما أنا باكل عندك وبتاكل عندي وباكل بحرية ومفيش تضييق ومفيش همز ولا لمز، يبقى بعد كده في إيه؟ في عشرة وفي عيش وملح وفي أخوة وفي محبة. فواحد يجي يقول لك الآية دي إيه الهدف منها؟ الآية دي إيه الجديد اللي جابته؟ يعني إيه الجديد في الآية دي؟ إيه البلاغة اللي في الآية دي؟ ليس على الأعمى حرج. الأعمى في الأكل ممكن يأكل بطريقة تؤذي اللي قاعدين معاه على المائدة، فليس على الأعمى حرج. ربنا بينهى المسلم انه ينتقد الأعمى في أي حاجة مش في الأكل بس. احنا مش واخدين بالنا من كلمة حرج. الحرج معظم الناس يقول لك هي الضيق. هي الحرج أيوة الضيق، بس الضيق لأقصى درجة اللي بعد منه يحدث تغيير في الأمر. يعني لما أجي أقول لك النقطة دي نقطة حرجة، نقطة حرجة يعني أنا وصلت لآخر شيء في الأمر ده وبعد كده هيقلب على حاجة تاني. نقطة حرجة لما يكون في مريض مثلا وتسألني أنا كطبيب أقول لك والله المريض دخل في حالة حرجة. حالة حرجة يعني بيفارق الحياة، يعني خلاص انحنى الكرف بتاعه لشيء آخر.
فكلمة حرج يعني ضيق لدرجة كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة انك انت يعني اتحطيت في اخر نقطة اللي بعد منها هتدخل في حالة جديدة. ولذلك احنا الارض الزراعية في بلادنا بيسموها ارض حرجة، لانه الارض الزراعية مضيق عليها في كل حاجة. اولا ما فيهاش مخللات ممكن تمشي فيها ولا تقعد فيها، الزرع مليها. الامر الثاني الحكومة بتمنع البناء فيها، فهي ارض تضييق لابعد حد، مضيق عليها في كل حاجه، فارض حرجه. فربنا بيقول لك ليس على الاعمى حرج، ما تضايقوش قوي على الاعمى يعني، ولا على الاعرج. الاعرج برضه ما تضايقش عليه، معلوش حرج. ولا على المريض ما فيش حرج، يعمل اللي يعمله تتقبله انت. ولا على انفسكم، يعني حتى انتوا اسلام ما تضايقوش على نفسكم قوي، حتى انت كسليم، كانسان سليم اللي بيسمع الكلام ده، اللي انا بامرك انك انت ما تضايقش على المريض وعلى الأعرج وعلى الأعمى. يبقى أنت مؤكد أنه الخطاب لواحد سليم، وبعد كده ربنا جاء في الآخر قال لك ولا أنت حتى السليم ما تضايقش على نفسك. فواحد يجي يقول لك الآية دي إيه الهدف منها؟ يا عمي الهدف منها كبير. هي القصة كلها أنت أصلا مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن بأن هذا الكتاب من عند الله، ولا جواك إحساس آخر؟